مسيت العافية عليكم. اكو فنان مو بس صوته حنين، لا حتى سوالفه مليانة طيبة وحنية. سالفتنا اليوم كالتالي. فد يوم من الايام الفنان الراحل رياض احمد وقف بسيارته بتقاطع من تقاطعات باب المعظم، وفجأة مشت عليه مرة ومدت ايده، قالت له: انت مو الفنان رياض احمد؟ اريدك تساعدني. هنا ابو طيبه مديده على جيوبه ولقى جيوبه فارغه، تعذر منها وقال لها: انت دائما توقفين بهذا المكان. المرة العجوز قالت له: هذا مكاني اللي اوقف بيه دائما. ابو طيبه قال لها: تمام، باكر راح امر عليك وافرحك وما يكون خاطرك الا طيب. وبالفعل الفنان رياض احمد غادر المكان وراح يحيي حفلاته ويكمل التزاماته. وثاني يوم اول شيء سواه راح المكان هذه المرأة وانطاها كل الفلوس اللي بجيبه وكل ريع الحفلات. هذه وحدة من سوالف الإيثار والطيبة للفنان الراحل رياض أحمد اللي خلت الناس تحبه وتترحم له إلى هذا اليوم. لكن للأسف كان أول الأشخاص اللي استعجلوا بالوصول إلى وادي السلام. وهواي عندنا فنانين يشبهون المرهم اللي يزيل التجاعيد عن وجوه الأرواح، ورياض أحمد أولهم وأول الأشخاص اللي يعز علينا أن نفارقهم. يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم.